هذا شخص سوداني في قريته في الحدود الأثيوبية اسمها عصار. فالحاصل الرجل فقير جدا معدم مسكين على قده مرة وعنده أمه وزوجته وعياله في البيت بسم الله عليهم واحد ورا الثاني ومليان هالبيت من هالصغيرين، ولكن الفقر لا أحدثكم جايه طول وعرض. وش مهنته المسكين؟ ياخذ وش يسمونه برميل زيت سمسم يشتريه ويفرغه في علب مثل هذه واكبر واصغر على لتر ونص لتر ولترين، ويروح يدور بها على المحلات وعلى القهاوي وعلى اي ناس يشترون يبيع عليهم. يا سلام. قطاعي. ويطلع له في اليوم 9 ريال 10 ريال 12 ريال الى 15 بس، هذا بما يعادل السعودي يعني للتبسيط. لكن ترى فيه ميزه ما هي في كثير من الخلق، قلبه ابيض ولا يحقد ولا يكره ولا يحسد، ويحب الناس كلها، الناس كلها تحبه، محبوب ودائما مبتسم وحبيب راضي بما قسمه الله له. جت زوجته يوم من الايام في تقريب منتصف رمضان قلت يا محمد، اسمها محمد، قالت يا محمد والله اني صابره ومحتسبه عند الله، وانا عن نفسي ما ابي شيء، ترى ادري انك كريم ولكن ما عندك، لكن المشكله هالعيال اللي يشوفون ناس في الديره يضحون والضحيه بقي عليها شهرين ونص، ودنا نفرح بخروف هالعيد مع المسلمين ونحيي هالشعيره ونضحي. قال لي انا داري حتى انا ودي، لكن من وين؟ قالت ما هو بتشتغل؟ قال لا. قالت نص اللي تدخله يوميا خله للخروف ونصه جبه ناكله، والله لو ناكل خبز يابس راضي، وبنقتصد في الاكل بحيث احنا ناكل وجبه واحده في اليوم، اهم شيء احنا نضحي مع المسلمين. قال كذا زين، لعل الله يقدرنا ان شاء الله خير.